مخلل الليفت ده جميل جدا جدا، وهيتنوا معاكي طول مدة التخليل لحد اخر قطعة، بيقرمش ومش هينهري معاكي خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات ليا في الدنيا واحلى متابعين ليا في الدنيا، ويا رب دايما تكونوا بخير ويا رب يسعدكم دايما. وبشكركم جدا على التعليقات الجميلة بتاعتكم اللي بترفع من معنوياتي. مخلل الليفت جميل جدا جدا في البيت طبعا، وصحي ان انت تعمليه في البيت بدون اي مواد حافظه، بدون اي حاجات احنا مش عارفينها. طبعا لازم اما نروح السوق او نشتريه من اي حته ما نشتريش الليفت الا الليفت اللي هو الطازه، اللي هو يكون يعني موجود يومها، لان لو موجود قبلها بيومين بيخوخ من قلبه ومش بيبقى طري خالص. دلوقتي احنا قطعناها بالقطعه بعد ما غسلنا الرز كويس جدا، قطعناها بالقطعه او قطعيها شرايح زي ما انت حابه تقطعيها قطعيها. تمام. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. جميل جدا، الطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله معانا اسرار كتيرة جدا لتخليل اللفت. زي المحلات اللي ترشي واحسن 100 مرة. معايا البنجراية، حابة تحطها قطع حطيها، حابة تبشري قطعة من حبة صغيرين كده منها حطي على قد ما انت عايزة اللون بتاع اللفت بتاعك. حابة يبقى احمر قوي هتحطي حبة حلوين، حابة يبقى احمر شوية مش احمر جامد يعني تحطي شوية قليلين يعني. معانا دلوقتي معلقة من السكر، معلقتين من الخل، حبة تعصري ليمونة حطي. ده كله بيحسن من المخلل بتاعنا ويخليه يصبر معانا فترة كبيرة جدا، وهو طعمه حلو وبيقرمش من غير ما ينهري مننا. دلوقتي انا هحط الملح، بس مش هحط الملح كتير زي ما بنحط لليمون، هم 4 معالق بالكتير خالص ممسوحين. الليمون والزيتون والحاجة اللي بتنها من السنة للسنة بنحط طبعا 5 معالق هرمية. انا عن نفسي حاطة 6 معالق هرمية. تمام. فبالنسبة لللفت الحدق ما بيبقاش عالي اوي. تمام. هم 4 معالق ممسوحين كده. تمام. بدأت زي ما حضراتكم شايفين احط المخلل بتاعي. شايفين ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، طعمه حلو. مش بينهري مننا، وبيبقى موجود عندنا في البيت في اي وقت، بدل ما تروحي تشتريه. حاجة بسيطة خالص، لو اشتريتي حتى ب5 جنيه هتلاقيه موجود يرمي معاكي كمية يملى البرطمان زي حضراتكم شايفين كده. ويبقى موجود عندك في البيت، يبقى طازة وجميل جدا. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يا رب ان كان الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا باذن الله كل جديد. طبعا هو جنبي على المطبخ، انا مش هحط الميه لحد اللفت لحد فوق خالص كده، لا 3/4 البطرمان بس، واضغط عليه كل نص ساعة كده لحد ما يغطى خالص كده زي ما حضراتكم شايفين، واركنه جنبي على المطبخ. وبألف هنا وشفا يا رب. واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. سلام.